لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنروح نعمل تعديل ويعتبر تغيير كامل للفرش بتاع السقف الداخلي، ودي حاجة في الانتريور بتاع العربية. بس الاول عايز اقول للناس اللي اول مرة تدخل على القناة عندي، يا ريت نشترك ونفعل الجرس، والناس المشتركة يا ريت برضو نفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت يا جماعة ما ننساش اللايك والشير والكومنت على الفيديوهات عشان نقدر نطور من المحتوى ونقدم لكم فيديوهات افضل. الموضوع اللي احنا رايحين نعمله النهارده او التعديل او التصليح للفرش الداخلي بتاع السقف. ده طبعا يعني الفرش الداخلي بتاع السقف ده بيكون زي فرش الابواب كده، بيبقى شاسيه فبر وراكب عليه الفرش اللي انت بتبقى شايفه، اللي هي الطبقه الخارجيه اللي بتبقى باللون دي. بتكون بقى في بعض العربيات خامه جوخ، او ساعات بتبقى قماش زي العربيات العاديه. العربيات الفارهه والفاخره بتبقى ساعات جوخ او قماش او قطيفه ساعات. في طالع دلوقتي موضه ناس بتعمل الفرش ده قطيفه. بس يفضل يعني ان انت تعمله من الخامة اللي هي الاقرب حاجة للخامة بتاعت عربيتك الاصلية. يا اما بيبقى الخيار التاني عندك ان انت بتروح تشتري فرش سقف كامل اللي هو بالشاسيه بتاعه بالفرش اللي عليه استيراد، وبيبقى طبعا يعني بيبقى متهالك ومش حلو، وهيقع برضه، هيتفك معاك وهيبقى نفس العيب اللي موجود فيه، لانه انا بغيره عشان خاطر الفرش نفسه اتفك عن اللي هو الشاسيه بتاعه، فبيبقى ساقط السقف، وهنشوف في الصوره دلوقتي هتظهر لكم. فبيبقى ساقط السقف، بيبقى شكله مش حلو وبيخبط بقى في راس الناس وهي قاعده وكده. فبتضطر ان انت يا اما تشتري فرش استيراد يا اما تصلحه، واللي بيصلحه السروجي يكون متخصص في فرش الابواب والسقف والكلام ده. بتجيب بقى الخامات زي ما قلنا، يا اما خامه قطيفه او نفس الخامه بتاعت الفابريكا زي ما انا عملتها. الالوان بقى بتجيب لون يا اما متوافق مع لون الفرش الداخلي او لون الانتريور بتاع عربيتك، او لو بقى حد عايز يغير اللون خالص براحته، دي تفضيلات شخصيه واذواق يعني. وده عايز بقى تعمله قطيفه بتعمله، عايز تعمله قماش بتعمله، عايز تعمله جوخ بتعمله، كلها بتبقى بتزيد تكلفتها عن الاسطوفه العاديه. وكل الخامات دي موجوده بجميع الوانها بقى، عايز تعمله اسود، عايز تعمله بيج، عايز تعمله رمادي. يعني انا مثلا فرش العربيه دي كان رمادي غامق فراني يعتبر، زي ما احنا شايفينه كده. بس مش عاجبني لونه لانه مع الزمن برضه بيبقع وكده، فالعربيه من جوه كلها رمادي غامق، فيمشي معاها اللون اللي هو اول درجه في الاسود اللي انا حطيتها دي. هي ما تعتبرش فراني ومش سودا قوي، هي ما هم بيقولوا عليها سودا، انما هي تعتبر فراني غامق خالص، هي الدرجه اللي انا حطيتها. وهنشوفها وهي بتتركب يعني. وهنروح عند السروجي بتاع المتخصص في الموضوع ده، محل اسمه ديزاينر كار موجود في مدينة نصر. ممكن اسيب لكم حتى اللوكيشن بتاعه لو عايزين في تحت الفيديو في الديسكريبشن. المحل ده من افضل الناس اللي بتعمل فرش السقف يعني. وطبعا هو بيفك الشاسيه بتاعه وبياخده وبتسيبه عنده يومين، بيبدأ يركب عليه اللي هو الفرش وبيشده جامد كويس عليه، لانه لازم بيتنضف تحتيه كويس وبيتشال اثار اللزق بتاع الفرش الفابريكا، وبعد كده ينضف كويس، وبعد كده يبدأ يلزق الفرش الجديد ويشده كويس، ويفتح بقى في اماكن الفوانيس بتاعت الصالون واماكن المقابض والكلام ده. وهنشوف برضو شكله زي ما هو باين في الصورة كده. ويلا بينا بقى عشان نروح نشوف مراحل التركيب بتاع السقف، لان انا للاسف ما صورتش وهو بيفكه، فصورت في وقت التركيب. رحنا هنا المكان اللي هنركب عنده، وده صاحب المكان ديزاينر كار، راجل محترم، وطلعت عارفه من زمان كمان، طلع معرفة قديمة يعني. وكمان ده اللوجو بتاع المحل وهو منور، لوجو حروف مضيئة شكله حلو ما شاء الله شيك، وما شاء الله هو راجل صناعي، والناس اللي عنده كلهم صناعية. وده المحل من جوه، بيعمل بقى فرش سقف وفرشة داخلي للعربية، وغير لك ممكن يعمل لك كسوة للقوايم الداخلية كلها، ممكن يعملها لك جوخ او اي خامة انت عايزها،
يغير لك لونها، يكسي لك جلد الارضيه او موكيت او ايا كان الخامه اللي انت عايزها، بيعملوا كل الكلام ده. ده زائد طبعا الاساسي بتاعهم اللي هو السقف بتاع العربيه بيعملوه بايا كانت الخامه بقى اللي انت عايز تعملها. وكمان بيقترح عليك ايه المناسب بالنسبه لك او ايه الاحسن مع الانتريور بتاع عربيتك عشان يبقى شكله كويس. وهنا دي الشاسيهات بتاعت الفرش بتاعت السقف، صورتها لكم عشان تشوفوا شكل الشاسيه نفسه اللي بيبقى راكب عليه الفرش بتاعت السقف. وهنا ده بقى ده الصنايعي، برضو صنايعي عنده شاطر اللي بيركب وصنايعي محترم وكويس، هما كلهم محترمين وكويسين الناس اللي شغالة عند الراجل ده. كان بيركب الفرش بتاع السقف بتاعي، وتركيبه سهل جدا ما فيهوش اي حوارات. وهو بس هي الفكره في انه يبقى الصنايعي ايده كويسه ويحافظ لك على الكليبسات والحاجات بتاعه المقابض وبتاعه اللي هو الفوانيس الداخليه، وهو بيفكها وهو بيركبها يحافظ عليها بس. لكن هم بقى كصنعة هم بيشدوه كويس ما شاء الله يعني، وبيخلوا شكله كويس على العربية. ده هنا بعد ما ركبه كان خلاص، وبيقفل بقى الكليبسات بتاعته من قدام ومن ورا، وبيقفل عليه الفبر اللي هو الداخلي بتاع العربية، بتاع اللي هو الفبر بتاع القوايم الكفرات دي. وبعد كده بقى بيركب الفانوسين، فانوس الصالون اللي في النص والفانوس الأمامي والشماستين. وهوريكم بقى كمان التعديل اللي أنا عملته في الشماسات بعد كده، لأن أنا عملتها من نفس الخامة بتاعت اللي اتعمل منها فرش السقف ده. هنا يا جماعة الفرش هو راكب، وراكب عليه الكشافات بتاعت الصالون وكل حاجة وهو راكب في العربية. وهو كمان في لمعة كده عاملة زي الجليتر، شكلها حلو اوي في الخامة اللي هو جايبها ما شاء الله كويسة ومتبطنة وليها سمك حلو. وده هنا المقابض انا عدلتها وعملتها بايدي، هي والاطار بتاع الكشاف الصالون اللي قدامه واللي في النص عملتهم اسود، والشماسات عملتها اسود كمان. الفانوس اللي في النص ده كمان عملت له حته كده اسود بيانو بلاك في النص، خليتها بقى شكلها شيك مع المقابض سودا، عشان انا عندي فرش الابواب اسود واغلب التابلو رمادي في اسود. فعشان يبقى في ماتشنج جوه العربية، كل الألوان تبقى متماشية مع بعضها، مع الفرش، مع فرش السقف، مع اللي هي الفوانيس بتاعة الصالون والمقابض، وكله يبقى لونه اسود متماشي مع بعضه. شفنا كده تركيب فرش السقف. هو كمان يعني هو خليته عمل لي الشماسات كمان قماش اسود. غيرت لون اللي هو المقابض بتاعت الانتريور والكشافات الداخليه او الفوانيس الداخليه بتاعت الصالون، خليتها كلها سودة عشان تبقى متماشيه مع السقف. وكده كده الانتريور بتاع العربيه كله رمادي غامق، فكله كده بقى ماشي مع بعض وفي ماتشنج في الالوان وشكلها كويس. فرش العربيه نفسه اسود، فكلها كده بقى شكلها اشيك بكتير من الفرش الاصلي بتاعها. فرشها الاصلي كان شكله مبقع وكان شكله قديم ومش حلو زي ما شفنا، وكان واقع كمان من مكانه، فكان بيخبط في راس الناس وكده. فكده بقى الشكل افضل. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، عشان لو حد عنده برضه نفس السقف واقع او كده، او حتى هو حابب يغير الخامه، يحط قطيفه، يحط لون تاني مثلا في السقف عنده. بس انا ما انصحش اللي عنده السقف بتاعه سليم ما تغيروش، يعني خلي الفابريكا لحد اما يبوظ. لو باظ معاك او وقع او كده او هرول او كده ماشي روح غيره. او لو انت بقى دي انت وذوقك، يعني انت في ناس بتبقى عايز تركب قطيفه مكان الاصلي، او عايز تركب جوخ مثلا، انت يعني ومزاجك. وبس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه النهارده. ما تنسوش اللايك والشير والكومنت على الفيديوهات، وما تنسوش برضو تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا.